من القصص اللي حكاها النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأصحابه قصص بني إسرائيل. يعني كثير قصص من يعني حصلت في وقت بني إسرائيل يرويها النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأصحابه. طبعا هذه القصص من تعليم الله للنبي، ينزل بها جبريل بأمر من الله: أخبر محمد بهذه القصة. ولا ما جابها النبي عليه الصلاة والسلام من كتب اليهود والنصارى، لا، لكنها من إخبار الله له، وقصص فيها عبرة. طبعا جبريل ينزل من الله جل جلاله للنبي عليه الصلاة والسلام، مرة ينزل بالقرآن وحي، ومرة ينزل بأحاديث قدسية كلام الله عز وجل لكن ليس قرآن، ومرة ينزل بوصايا من الله أو قصص الله أمره أن يخبر بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام عشان يخبر بها الناس. فهذه من القصص التي أخبر بها وسمعها منها أبو هريرة رضي الله عنه ورواها له. والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، سمعها منه ورواها لنا. قال في 3 من بني إسرائيل. طبعا في البداية بني إسرائيل اللي هو يعقوب عليه الصلاة والسلام أبو يوسف، وكل ذريته اللي جو من بعده كلهم بني إسرائيل، لكن في أزمان مختلفة، وأنبياءهم يسمون أنبياء بني إسرائيل، وهم كثير جدا. المهم في 3 من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى. أبرص تعرفون البرص، لون جلده متغير يعني صاير لونين. أقرع الشعر ما في شيء، وأعمى معروف طبعا. ال3 هذول كلهم فقراء ما عندهم شيء، فأرسل الله لهم ملك على واحد كل واحد الحالة. أرسل الله لهم ملك يختبرهم. الملك نزل من الله عز وجل مع الخطة كاملة كيف يختبرهم وش يقول لهم. فأول ما بدأ مر على الأبرص، بس جاء على هيئة إنسان عادي، الأبرص ما يدري إن هذا ملك. مر عليه وسلم: وكيف الحال وعساك طيب، تبادلوا أطراف الحديث. ثم سأله الملك على أساس أنه إنسان، هذاك ما يدري. قال له: وش تتمنى؟ فقال الأبرص: والله أتمنى جلدا حسن ولونا حسن. البرص هذا خلى الناس يعني تشمئز مني، ودي لو أن جلدي يصير لونه واحد وزين. قال إيه طيب، لو أنك يعني تتمنى مال أو حلال، وش تبي أو وش تحب وش تتمنى؟ قال: أنا أحب البل، ودي لو عندي بل صراحة. قال: زين. مسح عليه مسحة، ثم أعطاه، قال: معي لك هدية ناقة عشراء، يعني اللي حامل وقريب تلد، مثل ما قال الله: وإذا العشار عطلت. يوم القيامة الناقة العشراء اللي يهتم فيها الناس أكثر لقرب ولادتها، يمكن تجيب قعود طيب ولا بكرة طيبة، يعطلونها الناس ما عاد يهتمون فيها لأنه يوم القيامة. بس هذا شاهد: وإذا العشار عطلت، عشار جمع عشراء. أعطاه ناقة عشراء يعني قريب تلد. قال: هذه هدية لك، خذها. ثم قال له: بارك الله لك فيها. يوم أعطاه إياه دعا له بالبركة وراح وخلاه. راح للثاني اللي هو الأقرع، جاء وسلم عليه على أنه إنسان، والأقرع ما يدري أن هذا ملك. سلم عليه: كيف الحال عساك طيب، تبادلوا أطراف الحديث. ثم قال له: وش تتمنى؟ قال الأقرع: والله ودي لو عندي شعر، صراحة القرع هذا مو بعاجبني، ويعني يخلي بعض الناس يشمئزون مني ويرون ان منظري ما هو بجيد، يعني والله ودي بشعر صراحة، لو اني يطلع لي شعر. قال: طيب لو ان عندك حلال، تمنى حلال ولا تبي مال؟ وش اللي تمنى وش تحبه؟ قال: والله انا احب البقر لكن ما عندي، ودي لو عندي بقرة. قال: إيه. مسح على راسه مسحة، ثم قال: معي لك هدية، واعطاه بقرة حامل قريب تلد. ثم قال له: بارك الله لك فيها، دعا له بالبركة. ثم راح وخلاه. راح للثالث الأخير اللي هو الأعمى، وجاء طبعا الأعمى ما يشوف، وجاء على أنه إنسان كذلك ما يدري. سلم عليه ورد السلام: كيف الحال، تبادلوا أطراف الحديث. ثم قال له: وش تتمنى؟
قال والله أتمنى أن يرد الله لي بصري، ودي أشوف الناس وأشوف الدنيا. قال طيب لو أن عندك مال ولا حلال وش تتمنى، وش تحب؟ قال والله أنا أحب الغنم، ودي عندي غنم، أحب الغنم بس ما عندي. فمسح على عينه وعلى وجهه، ثم قال معي لك هدية، وعطاه شاة حامل بعد قريب تلد، عطاه إياه، يسمونها دافع، ويجوز إطلاق الحمل عليها لغة، يعني يقال حامل يقال دافع. الناقة يقال القحة يقال حامل، عادي، لفظ الحمل عام وشامل. المهم عطاه شاة حامل وقريب تلد، وقال له بارك الله لك فيها، تعال بالبركة. ثم راح. سبحان الله، الثلاثة كلهم، الأول الأبرص رجع لونه طبيعي كذا بسرعة، يعني لون جميل وجلد زين، ما كأنه كان أبرص في يوم من الأيام. والناقة اللي معاه ولدت فعلا، وبدأ سبحان الله تكاثر البل عنده بالبركة وبسرعة، ما يموت منها شيء، وتلقح بسرعة تكاثر، يعني واضح البركة فيها. ومع مرور الوقت صار عنده إبل واجد، ومر عليها زمن طويل. الأقرع نفس الطريقة، سبحان الله بدأ شعره ينبت بشكل سريع وواضح، إلى أن صار عنده شعر مثل الناس، ما كأنه في يوم من الأيام كان أقرع، طلع له شعر زين بعد فعلا، بدل ما كان شكله من قبل. يعني بعض الناس يشمئزون منه، مع أن القرع عادي، لكن في ناس يشمئزون منه. فسبحان الله طلع له شعر جميل وحلو وزينه فعلا. والبقرة اللي عنده ولدت، وبدأ البقر عنده يتكاثر بالبركة، ويلقح بسرعة ويتكاثر إلين ما شاء الله صار عنده بقر واجد. مع مرور الزمن الأعمى أبصر، شاف، فتح، سبحان الله، بدأ يشوف الناس. والشاة اللي عنده ولدت، بدأت الغنم عنده تكاثر بالبركة، ومع مرور الزمن صار عنده غنم واجد. الآن هذه المرحلة الأولى من الاختبار عدت، اللي هي المرحلة الأولى وبداية الاختبار. بعد مرور زمن طويل، وبعد ما صار عنده الأول إبل واجد، وادي كامل من إبل، والثاني عنده وادي كامل من البقر مليان، ما كأنه كان فقير يوم من الأيام. والثالث الأعمى عنده وادي كامل من الغنم، ما كأنه كان فقير في يوم من الأيام، صاروا تجار طحاطيح. بدأت المرحلة الثانية من الاختبار، وهي الزبدة. رجع عليهم نفس الملك ولكن بطريقة أخرى، راح للأبرص بنفس هيئة الأبرص سابقا. يعني شلون؟ الملك تمثل على صورة إنسان فقير رث الحال وأبرص، وراح للي كان أبرص، جاء وهو عند إبله، سلم عليه، تبادلوا أطراف الحديث، ثم قال له يا ولد، أنا مسكين ما عندي شيء ومحتاج ومسافر، وأبي شيء يبلغني سفري، ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، عطني بعير واحد بس يشيلني ويوصلني أهلي. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال أنك تعطيني بعير واحد بس. رد عليه راعي البل وقال له الحقوق كثيرة والالتزامات واجد، أنا علي التزامات وعلي حقوق وعلي عندي أمور، اسمح لي والله ما أقدر أعطيك بعير واحد. قال ما أقدر أعطيك. واضح اللي يصرف، يعني عندك وادي كامل أبي واحد بس. المهم قال له كأني أعرفك، يقول له الملك لكنه على أنه إنسان وذاك ما يدري. قال له كأني أعرفك، أنت ما كنت في يوم من الأيام أبرص ويقدرك الناس ويشمئزون من شكلك، ما كنت في يوم من الأيام فقير ما عندك شيء. قال راعي البل ما بصحيح،
ما كنت في يوم من الأيام أبرص، وأما البل هذه أنا ورثتها من أبوي وجدي. كلامك هذا غير صحيح وأنت ما تعرفني. قال له الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، إن كنت كذاب فالله يردك على حالك الأول. ومشى وخلاه. هذا طنش الموضوع عادي، يعني هذا إنسان ما عليه منه، هو ما يدري الحين هذا اختبار وأن هذا ملك، وأن هو نفس الملك اللي جاه في المرة الأولى. وين راح الملك؟ راح للأقرع، وجاه في نفس صورة الأقرع يوم كان أقرع، رث ملابسه، واضح أنه فقير وأقرع، نفس الصورة بالضبط. بس طبعا مر على القصة دي زمن طويل، فما انتبهوا يعني. فجاء وسلم عليه وكيف الحال؟ قال له: أنا مسكين ومحتاج ومسافر ولا عندي شيء، ودي لو تعطيني بقرة واحدة بس، ما شاء الله عندك واد مليان، أبي لي بقرة واحدة بس أتبلغ بها في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. يعني مثل قولت أنا عند الله ثم عندك، أبي لي بقرة واحدة. فاعتذر منه وقال: الحقوق كثيرة وعندي التزامات وعندي أمور، وما اسمح لي ما أقدر أعطيك بقرة واحدة. قال: ما أقدر. فقال لها: كأني أعرفك. الحين الملك يقول كأني أعرفك، أنت ما كنت في يوم من الأيام أقرع وكنت فقير فأعطاك الله؟ قال الأقرع: لا مو بصحيح، غير صحيح، والبقرة هذه أبد أنا وارثها من أبوي وجدي. كلامك ذا غير صحيح وأنت ما تعرفني. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وراح وخلاه، راح للأعمى بصورة أعمى، رث الحال فقير وأعمى. يوم وصل عنده سلم، رد عليه ذاك السلام، ذاك يشوف عادي مبصر، كيف الحال أسك طيب، ويسولفون. قال له: يا ولد أنا مسافر ومسكين وما عندي شيء، أسألك بالذي رد عليك بصرك أنك تعطيني شاة واحدة بس أتبلغ بها في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أنا عند الله ثم عندك، أنك تعطيني شاة واحدة بس أستفيد منها في طريقي إلى أن أوصل أهلي. فكان رد الرجال مختلف عن اللي قبله. قال له: صحيح قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وهو اللي أعطاني المال ذا كله، هو اللي أعطاني الغنم ذي كلها. ادخل وخذ اللي تبي، واحدة ولا 1000، ما أردك من دربك، خذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أجهدك في شيء أخذته. طب وتخير. كان رده جميل، رد رجال، رد إنسان صادق مع الله ثم مع الناس. فهنا قال له الملك، طبعا اللي جاي على أنه أعمى، قال له: أمسك مالك فإنما ابتليتم. هذا الكلام ذا كله ابتلاء، وقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، اللي كان أبرص واللي كان أقرع سخط الله عليهما، وأما أنت فقد رضي الله عنك، وأمسك عليك مالك. كشف له الموضوع وأن هذا كله اختبار من الله. النقطة هنا انتهى الحديث وانتهت القصة. من كلام الملك أو من دعائه على الأول وعلى الثاني، أكيد أن الأول رجع له البرص، لأنه قال: فصيرك الله إلى ما كنت، فأكيد أنه رجع له البرص. مع الوقت بدأ يدب فيه البرص مرة ثانية، وبدأ الحلال يموت ولا عاد فيه بركة، إلين رجع فقير مع الوقت. والثاني نفس الطريقة، رجع يقرع، ما عاد ينبت شعره ولا عاد يطول، ومات البقر اللي عنده مع الوقت ولا عاد فيه بركة، إلين رجع فقير كما كان. أما الثالث بقى على حاله، يبصر وغنمه واجد وفيها بركة وأموره طيبة الحمد لله. سؤال بعد هذه القصة: هل هذا الاختبار الوحيد اللي جرى على الناس، أو الذي أمر الله به لبعض عباده؟ لا طبعا، هذا واحد من الاختبارات الكثيرة التي مرت بالناس، والاختبارات أنواع، هذا نوع من أنواع الاختبار،
وفي أنواع أخرى. لكن حتى هذا النوع مر على ناس قبلهم وناس بعدهم، بس هذه قصة واحدة ومثال واحد ونموذج واحد. ولا الأمم اللي قبلهم مر بهم مثل هذا الاختبار، والأمم اللي بعدهم برضو يمر بهم مثل هذا الاختبار، وحتى أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وحتى عصرنا الحاضر مر على ناس كثير، ويمكن مر على بعضكم بس حنا ما ندري. في بعض القصص اللي نسمعها في اليوتيوب تستشف منها هذا الشيء، مع أن اللي يقول القصة ما يدري، واللي حصلت له القصة ما يدري، لا الراوي ولا اللي حصلت له القصة. لكن أنت تسمع القصة تستشف منها أنه ممكن يكون اختبار فعلا، لأنها فيها غرابة. فيه واحد محامي شفت قصته في اليوتيوب، برضو تستشف من القصة اللي حصلت له أنها نفس قصة الأبرص والأقرع والأعمى. لكن الجميل أن المحامي كان فطين ولقطها وحس وشبكها بالقصة السابقة. وأنا يوم سمعت القصة أتفق معه في إحساسه هذا. هو طبعا إنسان عاقل ومتعلم وذكي، والقصة موجودة في اليوتيوب، يمكن بعضكم سمعها وبعضكم أرسلها لي في الخاص. وأنا سبحان الله في بالي أروي لكم هذه القصة من قبل، ويوم جت هذه القصة من هذا المحامي أعجبتني وقلت لعلها جاء وقتها. بحط لكم الرابط في السنابة الجاية، اسمعوا القصة وشوفوا كيف. لكن هو كان فطين وعرف إنها اختبار من هذا النوع، بس بعد ما مشى منه الرجال اللي جاه، بعد ما مشى بدأ يتأمل وجلس بالحالة في المكتب كذا، وإذا بالحديث يجي في راسه والموقف، وبدأ يربط. شوف القصة في السنة الجاية. سبحان الله، من كلام المحامي محمد البيز يوم قال إن الرجال جايني مسافر من الشمال، لكن الغترة مكوية نظيفة، الثوب مكوي نظيف، ما في عفطة واحدة، يعني لا يرى عليه أثر السفر. هذه بالضبط ذكرتني بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم، اللي هو حديث الإسلام والإيمان والإحسان. يوم جبريل يسأل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بس ما كان أحد من الجالسين من الصحابة يعرف أن هذا جبريل. وش وصفه عمر ترى ذكي وشديد الملاحظة. يقول بينما نحن جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ طلع علينا رجل، يعني دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذه 4 أوصاف وصف بها عمر الرجل هذا اللي هو جبريل، بس ما يدرون أنه جبريل. ليش عمر لاحظ الملاحظات هذه؟ لأن الرجل هذا ما دامني أنا يا عمر ما أعرفه والصحابة كلهم ما يعرفونه، فهذا 100% من خارج المدينة. طيب من خارج المدينة، يا أنه جاي على رجليه ولا أنه جاي على المطية. معقولة ثوبه أبيض ولو بأبيض؟ لاحظوا عمر ما قال أبيض الثياب، لا، شديد بياض الثياب، وهذا أمر غير طبيعي. والله لو أنه ساكن جنب المسجد وتوه لابس ثوبه، لكن ما دام لا يعرفه منا أحد فهذا جاي من برا المدينة. طيب من برا المدينة الثوب لازم يبين، المشي أو أنه على ظهر الذلول لازم يبين أبيض أبيض أبيض. شديد سواد الشعر، ما في لا غبرة ولا في بياض ولا فيه، كأنه توه متروش وتوه متدهن وتوه. معنى لو كان يمشي أو على ظهر بعيرة أو ذلولة لازم الإنسان يغبر لازم تلاحظ عليه يعني. لكن هذا شديد سواد الشعر. طيب ثم وصفه بوصف قال لا يرى عليه أثر السفر. طيب ما دام لا يرى عليه أثر السفر، هذا منين جاي؟ لو أنه جاي من برا المدينة يرى عليه أثر السفر. أنت لو تسافر بالطيارة درجة أولى ومسافة الطيارة مثلا نص ساعة أو أقل وتصل، يرى عليك أثر السفر. أقل شيء لو ثوبك زين وغطتك زينة على وجهك الإجهاد، ثوبك متعفط، يعني أي شيء، لكن لا يرى عليك أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. كلمة لا يعرفه منا أحد معناها 100% هذا جاي من خارج المدينة. بس كيف شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر؟ هذه الموضوع غريب. الأغرب منه أنه يجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام قدامنا ويسأله، والنبي عليه الصلاة والسلام
يجاوبه علما أنه ما قال له من أنت يا ولد ولا من وين جاي. يعني الطبيعي أن اللي يجيك من برا وأنت ما تعرفه ويسلم ويجلس تقول له من أنت. لكن حتى النبي عليه الصلاة والسلام تعامله مع هذا الرجل كان غريب. فهم في البداية كانوا مستغربين من الرجل، أنه لا يرى عليه أثر السفر وما هو معروف. ثم استغربوا من النبي عليه الصلاة والسلام كونه يعني لا أسأله من أنت ولا، وسيدة جاء وجلس وحط ركبتيه يعني عند ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يسأله، والنبي يجاوب ما الإسلام ويجاوب ما الإيمان ويجاوب ما الإحسان ويجاوب. ثم قام وراح طلع. برضو النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له من أنت يا ولد ولا من وين جاي. فالاستغراب كان من الطرفين، من الرجل ومن النبي عليه الصلاة والسلام. وراح هنا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم قال تعرفون هذا؟ قالوا لا. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ونفس الموقف هذا تكرر على الصحابة، بس برضو ما كانوا ينتبهون ولا يدرون أن هذا جبريل. يعني يجي رجل ويستوقف النبي صلى الله عليه وسلم على جنب ويتكلم معه ثم يروح. طبعا هذه إحدى الصور اللي يتصور بها جبريل إذا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي صور ثانية أحيانا ما كانوا يشوفون الصحابة أصلا، يعني يجي بشكله النوراني ويتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يراه أحد، أو ينفث في روعه في قلبه ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت داخلي بكلام واضح ولا يراه لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره. ففي عدة صور، ومرة أو مرتين رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هيئته الحقيقية له 600 جناح، الجناح الواحد يغطي الأفق. هذه مرتين بس شافه النبي عليه الصلاة والسلام بهيئته الحقيقية. وفي بعض المرات كان جبريل يجي للنبي عليه الصلاة والسلام في صورة الصحابي دحية بن خليفة الكلبي، وكان دحية حسن الصورة جميل، فكان أحيانا إذا كان دحية مو موجود يجي جبريل بصورة دحية فيظنونها الصحابة. ومرة كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وجاه جبريل بس على هيئة رجل، وكان عندهم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. في يوم راح من هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام التفت على أم سلمة قال له من هذا؟ قالت هذا دحية، تعرف أنها دحية يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وبدأ يخبرهم بالحديث وقال جاءني جبريل. تقول أم سلمة فعرفت أن اللي تو مو بدحية، هذا جبريل. والحديث هذا في صحيح البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. الكلام يطول بس شدني يوم أن المحامي محمد يقول أن الرجال جايني من الشمال وما عليه أي أثر من أثار السفر ويقول توني واصل، فعلى طول ردني لهذا الحديث اللي هو حديث الإسلام والإيمان والإحسان ووصف عمر لجبريل وأنه لا يرى عليه أثر السفر. وتعليقا على الحديث الأول، الملك اللي تصور بصورة الأبرص والأقرع والأعمى، الملك هنا ما يكذب، لكن هذا اختبار من الله، مطلوب منه أن يسوي هذا الشيء، واللي أمره الله جل جلاله، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله يأمر بما شاء من شاء متى ما شاء، لا يسأل عما يفعل. ولا يقال أن هذا الملك كذب، لأنه في بعض الناس في الواقع إذا مر بهم مثل هذه المواقف وقيل لهم ممكن يكون ملك، يقول لا الملك ما يكذب، هذا يقول أنا فلان، أو الملك نظيف طاهر، هذا اللي شفته إنسان رث الثياب فمستحيل يكون ملك. لا مو مستحيل بناء على هذا الحديث. وجبريل يوم كان يتمثل بصورة دحية يكذب هو؟ لا ما يكذب، لكن مأمور. من أمره؟ الله جل جلاله، ما ينزل إلا بأمر ولا يفعل شيء إلا بأمر، وما تصور بصورة دحية إلا بأمر من الله أنه يتصور بصورة دحية. فالله عز وجل يفعل ما يشاء. وهذا يعني بس ردا على بعض الناس اللي، لأنه قد في بعض القصص في كتب التاريخ يعني فيها من هذه الغرابة اللي قد يظن أن هذا الرجل ملك، لكن في من يعلق على هذه القصص ويقول لا ليس ملك لأن الملائكة لا تكذب. بس نرد عليهم بهذا الحديث، حديث الأعمى والأقرع والأبرص، ونرد عليهم بتمثل جبريل بصورة دحية، فالوضع طبيعي وليس كذب.